واش عمرك تخيلتي أن دعوة واحدة منك في نهار واحد تقدر تقلب حياتك كاملة 180 درجة وتحقق ليك داكشي اللي كنتي كتشوفيه مستحيل؟ كلامي موجه لكل بنت كتحس بقلبها مزير، لكل بنت عندها أمنية طال انتظارها، ولكل وحدة فينا كتدعي وهي حشمانة من ربي بسبب التقصير ديالها. بغيت نهضر معاكم على واحد النهار عظيم كيتسناوه كاع المسلمين من عام لعام، وهو يوم عرفة. النهار اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا النهار ماشي بحال أي نهار عادي في السنة، هذا النهار فيه واحد السر عجيب وواحد النفحات ربانية ما كتعوضش. فكري معايا في أكبر حلم عندك، داك الحلم اللي ملي كتفكري فيه كيجيك بعيد وصعيب، وربما الشيطان كيوسوس ليك ويقول ليك لا صعيب يتحقق ليك، سواء كنتي باغا نجاح كبير في قرايتك أو خدمة زوينة ومحترمة، أو باغا ربي يرزقك بالزوج الصالح اللي تهلا فيك ويخليك سعيدة، أو حتى كنتي كدعي ربي يطهر ليك قلبك ويهديك ويغفر ليك كاع الذنوب اللي درتيهم في لحظة ضعف. هادشي كامل اللي جاك انتي صعيب ومستحيل راه عند الله سبحانه وتعالى ساهل بزاف وهين، حيت ربي سبحانه كينزل في هذا النهار للسماء الدنيا وكيباهي بالعباد ديالو الملائكة وكيقول لينا ادعوني اطلبوا رفعوا كاع الحاجات ديالكم. ايوا قولي لي علاش غتكاسلي وعلاش غتبخلي على راسك وعلى مستقبلك؟ علماء وسلف الأمة كانوا كيقولوا واحد الجملة كتفرح القلب: ما دعينا دعوة في يوم عرفة إلا وشفناها كتحقق بحال فلق الصبح. يعني داكشي اللي طلبوه وتمناوه شافوه بعينيهم كيتيسر ويتحقق في نفس العام وقبل ما يجي يوم عرفة ديال العام اللي وراه كاينين قصص حقيقية النساء وبنات بحالي وبحالك اللي كانت حياتهم معطلة من عدة جوانب ودعاو الله بقلب خالص وخاشع في هذا النهار، وربي فرجها عليهم ورزقهم بالزوج الصالح، وكاين اللي رزقها بالذريه، وكاين اللي ربي نجحها في حاجه كانت كتبان ليها مستحيله، حيت خزائن الله سبحانه وتعالى عامره وما كتنقصش ومغفرته وسعت كل شيء. شنو خاصك ديري بالضبط في هذا اليوم العظيم باش تكون دعوتك مستجابه باذن الله؟ اول حاجه تهليل والذكر، بقيت عاودي هذا الذكر طيله اليوم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلف كانوا كيقسموا وقتهم بين هذا الذكر وبين الدعاء. ثاني حاجة عيشي هذا النهار وانتي كتحسي أن كل دعوة دعيتيها في طريقها ليك، أي حسن الظن بالله، وفي نفس الوقت حسي بالحياء والخجل من الذنوب والمعاصي اللي درتيهم طول العام. استغفري من قلبك وتدلي لله، حيت ربي غفور رحيم ومستحيل يديك خاويين. ومن أهم الأوقات في يوم عرفة وكيتسماو ساعات الحسم، من وراء صلاة العصر وحتى للمغرب، هاد السويعات طفي فيهم التليفون تماما، بعدي على الصداع ووسائل التواصل والدوامة ديال الدنيا، وجدي فطورك بكري وجلسي على السجادة ديالك في شي قنت معزول في البيت، رفعي يديك لربي ودعي بكل حاجة كتمنيها، دعي بدموعك وتدللك وكوني على يقين تام بالاستجابة. البنات عافاكم ما نكونوش من العاجزين أو المحرومين أو الغافلين في هذا اليوم العظيم. شدي في مستقبلك بيديك، ومستقبلك راه هو الدعاء والطلب ديالك دابا. اطلبي الفردوس الأعلى، اطلبي النجاة من النار، اطلبي كاع داكشي اللي كتمنيه من قلبك في الدنيا والآخرة، وما تقوليش باللي كاين شي طلب مستحيل. أنت أمام رب المعجزات، رب المستحيلات. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وما تنسونيش حتى أنا من صالح الدعاء ديالكم في هذا اليوم المبارك. في أمان الله.